اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. تكملة للفيديو اللي فات اللي عرفنا فيه ازاي نجيب افكار اللوجوهات اللي بالشكل ده. والنهاردة هنعرف ازاي نجيب افكار لنوع تاني من اللوجوهات، والنوع ده بيكون عبارة عن شكل بيعبر عن معنى اللوجو، وبيتم دمجه مع اسم اللوجو او حروف معينة من الاسم. فقبل ما ندخل في الشرح خلينا نعمل لايك وشير وكومنت عشان هنختار فائز من الكومنتات الفيديو اللي جاي وهيكسب لوجو من النوع ده. وما تنسوش اللي هنعلن عن الفائز باللوجو في اخر الفيديو، ويلا بينا نبدأ. في الفيديو اللي فات استعنا ببعض الخطوط الغريبة والغير مألوفة عشان نبدأ نفكر في فكرة اللوجو. وفي النوع اللي احنا هنشرح النهاردة نستعين ببعض الخطوط الغير مألوفة، وكمان أيقونات بتدل على معنى أو هدف اللوجو. يعني إيه؟ خلينا نوضح كل شيء بالتفصيل. بدل ما تروح تجيب صور بتدل على معنى اللوجو وتطلع منها شكل تدمجه مع اللوجو بتاعك، لأ، خلينا نجيب أيقونات بتدل على معنى أو محتوى اللوجو، وهتكون أفضل وأسهل إني أستعملها في اللوجو الخاص بيا. طيب ازاي اعمل الكلام ده؟ بص يا سيدي، انا هعمل معاك اللوجو ده من البدايه للنهايه. في اول خطوه انا بعملها بدور على الايقونات اللي بتدل على محتوى اللوجو او معنى اللوجو. يعني اللوجو اللي احنا هنعمله النهارده هيكون خاص بشركه مقاولات، يعني انا عاوز حاجه بتدل على المعنى ده. وانا اول ما هو شركه مقاولات اول حاجه بتيجي في دماغي هي شكل البيت او المبنى، عشان كده هدور على ايقونات المباني، وانا هستخدم الموقع ده عشان ادور على الايقونات اللي انا عاوزها. وطبعا البحث بيكون بالانجليزي، فهكذا ريال استيت يعني عقارات، هلاقي أيقونات كتير على شكل عقارات أو مباني. هختار اللي يخدم فكرتي أو اللي أنت شايفه ممكن تطلع منه الفكرة كويسة. بعد ما جبت الأيقونات اللي أنت محتاجها هروح على برنامج التصميم. هنستخدم برنامج بيكسل لاب. أنت ممكن تستخدم أي برنامج تصميم، كده كده برنامج التصميم هو أداة للتنفيذ. وإن شاء الله هعمل شرح لجميع برامج التصميم على القناة الفترة اللي جاية عشان تكون مرجع ليكم. اسم الشركة أو اللوجو اللي احنا هنعمله هيكون كواليتي ليدر. فهاخد أول حرف من كل كلمة واستخدمه، يعني هاخد الكي والال وأدمج مع شكل الأيقونة اللي أنا اخترتها. بس الأول هضيف الخط اللي هنستخدمه. هسيب لك الخطوة والملحقات كلها اللي استخدمتها في الوصف. هنروح على الأداة الخاصة بالنصوص وبعدين نختار فونت وبعدين ماي فونت، واضغط هنا واختار الخط واضيفه بالطريقة ديت. بعد كده مع علامة الزائد هضيف نص واكتب أول حرف، ومن فونت هغير نوع الخط. هروح على ماي فونت واختار الخط اللي لسه ضايفه. بعد كده من قائمة الطبقات هعمل كوبي للنص من هنا واكتب الحرف التاني. بعد كده من الزائد هضيف الأيقونة اللي نزلتها. طيب ازاي أدمج الحرف مع الأيقونة؟ أنا هنا عندي في حرف الجزء العمودي فيه ممكن أستبدله بشكل مباني. فأول حاجة محتاج أشيل الجزء العمودي في حرف ال عشان أستبدله بشكل مباني. فهحدد حرف ال وبعدين هختار أداة الماسك. وفكرة الأداة إنك بتحدد المنطقة اللي أنت حابب تشيلها من الشكل أو الحرف بالشكل ده. وبعد ما تحدد المنطقة اللي انت محتاج تشيلها تتفعل الأداة من هنا، وهتلاقي الجزء اللي انت حددته اتحسب بالشكل ده. بعد كده هتضيف الأيقونة هنا بالشكل ده، بس هحتاج أشيل الجزء الزيادة ده. بنفس الطريقة هختار أداة الماسك، وبعدين أحدد الجزء ده، وبعدين أفعل الأداة من هنا. تمام، بعد كده أحطها في مكانها المناسب. بعد كده هفتح قائمة الليارات واضغط هنا وأحدد طبقة الحرف وطبقة الأيقونة، وبعد كده هضغط هنا عشان أدمجهم مع بعض.
بعد كده من كلر هغير اللون إلى اللون الأسود بالشكل ده. بعد كده محتاج أضيف بعض اللمسات للشكل، مثلا ممكن أعرف تجويف حرف ال يدخل فيه حرف الكيو، أو أعمل زاوية لحرف ال من تحت تكون موازية لحرف الكيو. خلينا الأول نعمل الزاوية من تحت من علامة الزايد. هضيف شيب وأعمل له دوران وأخليه موازي لحرف الكيو. بعد كده هغطي به الجزء اللي أنا محتاج أقطعه في حرف ال. بعد كده هضم الشيب ده مع حرف ال. هفتح قائمة التغييرات واضغط هنا وأحدد الطبقتين واضغط هنا عشان أدمجهم مع بعض. بعد كده من أداة الارتكار هضغط عليها وأفعل الأداة اللي هلاقي فيها الجزء الأبيض اتشال. بعد كده محتاج أعمل توجيف في حرف ال يدخل في حرف الكيو. هنستخدم أداة الماسك ونبدأ نحدد التوقيف بالشكل ده. ونفعل الأداة واحنا شغالين عشان نعرف الجزء اللي احنا بنخفه ويطلع دقيق معانا. بعد كده هلون اللوجو، هحدد كل جزء وبعدين من قرر هختار اللون زي ما انتم هتشوفوا كده. وده الشكل النهائي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.